اليوم أبى أرجعكم إلى عام 1404. جريدة الجزيرة، شوفوا تاريخها متى. العدد 4368، 18 ذو الحجة 1404، الموافق 13 أيلول سبتمبر 1984. هذه الصفحة الأولى بالجريدة، الأخبار السياسية. نبي نعرج على الصفحات اللي داخل هذا العدد. هذا الخبر الأول: رسالة لجلالة الملك من رئيسة وزراء الهند الملك فهد رحمة الله عليه. يقول: استقبل جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفدى أمس بعثة الحج الهندية برئاسة السيد محمد عثمان عارف، الذي سلم جلالته رسالة من رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي. كما استقبل جلالته بعثة الحج السودانية. وفيها الخبر هذا عن الملك عبد الله رحمة الله عليه، يوم كان ولي عهد، سمو ولي العهد يصل اسطنبول ضمن زيارته الرسمية لتركيا. وهذا خبر عن الأمير سلطان رحمة الله عليه. سمو الأمير سلطان يستقبل وزير البحوث والتكنولوجيا الأندونيسي. هنا خبر عن الحكومة اللبنانية، تقرر فتح ملف الإصلاح السياسي في لندن. اللجان عمل وزارية تبدأ اجتماعاتها يوم الاثنين. وهذا خبر توقعات لمصادر فلسطينية في عمان: بن جديد وعلي ناصر يزوران دمشق لمعالجة الخلافات السورية الفلسطينية. دول مجلس التعاون تواصل مساعيها الخيرة لوقف الحرب العراقية الإيرانية. وهذا خبر عن العراق، يدمر 4 أهداف بحرية قرب ميناء بندر خميني. أعلن العراق أمس أن قواته تمكنت من إصابة وتدمير 4 أهداف بحرية قرب ميناء بندر خميني. هنا منه عرفات يعود لتونس، وأبو جهاد يتوجه للجزائر. اعتداء على موظف في السفارة الليبية في أسبانيا. مصرع كولونيل إسرائيلي بعد انفجار لغم قرب الجبهة السورية. وزير إيراني سابق يطلب اللجوء السياسي إلى فرنسا. هذه كلها الصفحة الأولى، هذه كلها أخبار سياسية. طبعا في بعض الأخبار يقول لك البقية صفحة كذا اللي بيكمل الخبر. والصفحة الثانية طالة أعماركم، شؤون عالمية. شوفوا هذا خبر عن العلاقات الأمريكية السوفيتية أيام الاتحاد السوفيتي قبل يتفكك. هذا رئيس أمريكا رونالد ريغان. هذا جروميكو، ظهر أنه من روسيا. وهذا شو اسمه، تشير النينكو. هذا مقال أضواء اسمه شو اسمه جاسر عبد العزيز الجاسر. يقول لك: سلسلة إجراءات الثقة تدرس حاليا. ديك ويلار يقترح على القبارصة تشكيل حكومة مؤقتة وبرلمان. فرقتان أمريكيان للانتشار السريع. شو يقول هنا؟ تعزيز القوات الهندية في حيدر أباد، مصرع وإصابة المئات. مظاهرات مناهضة للحكومة في تشيلي. هنا في إعلان كانوا يقول: يسر يوسف محمد أحمد كانوا أن يعلن عن توقع وصول البواخر الآتية إلى الموانئ المذكورة في التواريخ الموضح. الوكيل يوسف محمد كانوا. الصفحة هذه صفحة شؤون وشو عالمية. هذه الصفحة اللي بجنبه شؤون عربية. خلافات خطيرة نشبت بين الليكود والعمل حول تشكيل ما يسمى بالحكومة الوطنية برئاسة مبارك. اللجنة البرلمانية للحزب الحاكم تجتمع اليوم لمناقشة الموازنة. هذه أخبار الدول العربية. قائد عسكري مغربي يقول: حوائط الدفاع أنهت تماما تسلل البولياريو للأقاليم الصحراوية. وفي هنا إعلان من المؤسسة العامة للموانئ مناقصة. اللي بيعد يدخل لا صح قديم الخبر هذا. الصفحة هذه رقم 4 شؤون محلية. الطالبات الناجحات بكلية الآداب بالرياض في السنوات الأربع للدور الثاني. عاد ما أدري إيش معنى الدور الثاني، يعني معيدات ولا
أولا المنتظمات: الجوهرة عبد العزيز أحمد المحرج، أماني محمد النبهان، إيمان أبو العلا همام، بدرية ناصر محمد العنقري، ثريا أحمد زيد الخيال. ما شاء الله ما شاء الله. الحين الظاهر هذول الظاهر متقاعدات. هنا اسماء المقبولات بكلية الآداب للبنات بالرياض 1404 1405 الدفعة الأولى: حصة عبد العزيز مرزوق الصعنوني، هدى أحمد مبارك المزروع، أسماء عبد الله محمد الدخيل. هذولي الله العالي. شوف حنا بهالحين 1404. ترى متقاعدات. في خبر هنا: تنفيذ برنامج التوجيه للأقسام العلمية والأدبية، توضيح المفهوم الصحيح للميول الحقيقية للطلاب وتبديد بعض التصورات الخاطئة. الأمير طلال يدعو إلى دعم منظمة اليونيسيف. استعدادات لإقامة أسبوع النظافة بالشرقية. أمين العاصمة المقدسة: لم تظهر حالة تسمم خلال الموسم، وإنشاء نفقين بمكة المكرمة العام القادم. هذه كلها أخبار محلية. إبلاغ بالوظائف الشاغرة بالمعارف. جولة تفقدية على مركز الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ستير. أخبار المناطق: توزيع المقررات الدراسية على المدارس. هذا وين؟ بالقريات. هذه صفحة إعلانات الجزيرة. تعلن مؤسسة الهيئة الطبية بالرياض عن سفر مكفولها السيد عبد العظيم أحمد الشاعر أمريكا الجنسية نهائيا، فمن كان له حقوق قبل المذكور عليه مراجعة المؤسسة بالعاصمة خلال أسبوع من تاريخ النشر أو الاتصال على الهاتف. اللي له حقوق يتصل يا ربع قبل لا يسأل. صح، أنا أنسى حسأترين احنا الحين ما أدري كم من السنة. 1404. طيب. فوس سالن: يسرنا أن نعلن موعد الوصول المتوقع للبواخر. شركة فولفو تعطيك القيمة الحقيقية لنقودك. قطع غيار فولفو الأصلية. هنا في تعزية للدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الزراعة والمياه وزير الصحة بالنيابة، وفاة نجله اللي هو هشام رحمة الله عليه. ادعوا له الله يغفر له ويرحمه. يمكن ها سنابات تذكرنا وتذكركم به. الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. شوف ما نعرفه، لكن ربي سبحانه وتعالى يسوق له دعوات إن شاء الله. هنا في أخبار محلية. البكيرية: يعلن راشد علي سالم الحربي عن فقدان استمارة سيارة دتسن موديل 82. أوفى الله يعينه. رقم الاستمارة كذا، صادرة من مرور القصيم، يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها إلى مرور القصيم. تكفون اللي يلقاه يوصله مرور القصيم. وش بعد؟ هذه فقد رخصة بعد. سليمان سعيد العمري فقد رخصته. عبد العزيز الشناوي فقد دفتر إقامة. محمد بشير حياة إبل باكستاني الجنسية فقد دفتر إقامة، صادرة من الرياض. سلموا الجوازات اللي لقاها عشان يسافر يروح لحاله. اي صح، ثرينا احنا الحين 1447. التلفزيون ومحو الأمية بقلم دكتور عبد القادر طاش. هذه زاوية اسمها اسألوني. اسألوا اللي يبي، اللي يسألون ظاهر مسؤولين بالجهات الحكومية. ايوه. صفحة اسمها مجتمع عن الأخبار العامة. يعني شوفوا، يقول: قضى الشاب فايز محمد الحيدان إجازة عيد الأضحى المبارك في ربوع أجا وسلمى بمدينة حائل بين الأهل والأصدقاء. عاد بعدها إلى مدينة الخبر بالسلام. هذا هو الحيدان. وهنا يقول: التحق الطالب فهد محمد العساف بثانوية اليرموك الشاملة بعد نجاحه بتقدير جيد جدا هذا العام من الكفاءة المتوسطة، وكان العساف قد قضى جزءا من إجازة الصيف برفقة الأهل في ربوع تركيا. ما شاء الله، 1404 تسافرون تركيا ما شاء الله. هنا السيد هاشم علي مختار المهندس بالأمن العام وشقيق الزميل حسن مختار خطاط الجريدة رزق بمولود، اتفق وحرموا على تسميته ناجي. ما شاء الله. الحين ناجي عمره كم؟ الله يستر عليه. ناجي الحين من 1404 يمكن حول 40 الظاهر. اجتاز الشاب عاقل زيد العنزي. عاقل الزيد الظاهر انه الشاعر عاقل الزيد رحمة الله عليه اذا ما خاب ظني. قدم من الخفجي الشاب الجامعي نبيل عبد الله العلولة
بعد أن قضى إجازة عيد الأضحى بين الأهل والأصدقاء، ويستعد الآن لتكملة دراسته في كلية الآداب. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الدكتور علي النجعي يعرض التلفزيون اليوم ومن خلال قناة الثانية فيلم وثائقي عن المملكة والمراحل التطويرية التي مرت بها، ويحكي الفيلم على مدار 30 دقيقة قصة الماضي والآثار في الجزيرة العربية. وهذا كاريكاتير مواهب على الطريق، هذولا الموهوبين. هذه طالت أعماركم برامج الإذاعة والتلفزيون. شوفوا القناة الثانية يقول: نسمع ونشاهد هذا اليوم الافتتاح في الساعة 6 مساء بالسلام الملكي، القرآن الكريم، استعراض برامج الفترة، حديث اليوم، أفلام كرتون، أقوال الصحف، حكاية من الغابة، عالم ديزني، آفاق إسلامية، المملكة والبحث عن الماضي، من فنوننا الشعبية، الحلقة الرابعة، دائرة المعارف البريطانية، الأخبار باللغة الإنجليزية، استعراض برامج، أشياء مطلوبة، ألعاب خفيفة، إرشادات السلامة، الأخبار باللغة الفرنسية، فيلم السهرة، تراد هرن، الساعة 1، الختام بالسلام الملكي. وهذول مجموعة من الفنانين سراج عمر، طلال مداح، محمد السراج، محمد عبد الوهاب، مهدي يانس، بندر الدوخي. وهذه إذاعة الرياض، برامج إذاعة الرياض. وهذا تقويم اليوم ومواقيت الصلاة يوم 18 ذي الحجة. شوفوا: يدنا الفجر 4:56، الظهر الظهر 12:25، العصر 3:52، المغرب 6:30، العشاء 8. حول أوقاتنا الحين. وفيه طالة أعماركم ايش يقول: صوت أمريكا تبث إرسال على مدى 989 ساعة في الأسبوع ب42 لغة. وهنا يقول: استحداث 17 مدرسة جديدة هذا العام، تعليم البنات من منطقة الرياض. وهنا يقول: شقرة على طريق التطور والرقي. يا سلام يا سلام يا هالشقرة. شوفوا في حكمة بالتقويم يقول: لو علمت أن الماء البارد ينقص من مروءة ما شربته. حد الحكمة. هذه الصيدليات المناوبة بالرياض: صيدلية السقاف شارع منفوح العام، صيدلية الحزيمي شارع 40 مقابل المستشفى الوطني بالملز، صيدلية خالد، وصيدلية الراجحي، وصيدلية الرازي بشارع الخزان. هذولي فتحات اليوم، قصدي هكا اليوم. وهنا خبر يقول: مصر تواجه موجة حرارية شديدة لم تعرفها من قبل. انتبهوا اللي بتروحون مصر هكا السنة، انتبهوا لا تروحون، خلوها ما تجي السنة اللي بعدها. هنا يقول: بناء على وصيته سيدة أمريكية تدفن مع الكلاب. حلو والله الدفنة يصير على وصيته بكيف. هذه حرب صامتة بين شركات الكمبيوتر. الله أكبر على شركات الكمبيوتر، والله هذه ما قبل العائف انقضت هالسوالف الحين. الله أكبر. الغريب بالعدد هذا، هالصورة هذه، هاثنين هذولا راكبين على لهم مثل السكوتر، شفتوه يعني كان موجود من أول. يقول إيش: استطاعت حلزم طريق تطوير وسيلة انتقال معروفة ومألوفة هناك منذ مئات السنين، وهي عبارة عن قطعة مسطحة من الخشب تجري على عجلات ولها مقود طويل، وكانت تستعمل في التريض والانتقال، أو في التريض والانتقال في مسافات ضيقة، اللي هو سكوتر. هذا 1404 مخترعينه هناك عندهم. هذه الصفحة الأخيرة بها الكاريكاتير المشهور، والله أني أذكره أنا، اللي هو الخرجي. هذا يقرطون من الدرايش علب، فيقول هذا يعبرون عن رايهم بالنظافة. هذه أخبار محلية منوعة. هنا يقول: الانتهاء قريبا من مطار حايل بطول 60 كيلو متر. الطريق ده ايش يقول؟ هذا ذكر بأن البلدية ستقوم بتسوير الأراضي البيضاء في مدينة حائل، والواقع على الطريق الدائري، طريق المطار، والطرق التي تقع شمال وشرق مستشفى الملك خالد، وطريق بريدة، الطريق المؤدي إلى حي صديان منبع شجعان، والشوارع المختلفة في أنحاء المدينة. ومن ناحية أخرى أضاف السيف بأن قسم الكهرباء بالبلدية يقوم بتغيير إضاءات أعمدة إنارة بعض الشوارع من اللون الأبيض إلى الأصفر، وذلك لننسجم مع بقية الشوارع. يقول:
إصدار وثائق 830 قطعة أرض لمواطن المنطقة بالقريات، قبول طلبات التسجيل بمعهد الدمام، حركة السير في شارع الملك فيصل والمدينة باتجاهين. هذا وين؟ بالرياض. هذه معلومات عن جريدة الجزيرة. أسسه ومدير التحرير ورئيس التحرير الشاعر، هذا وزير إعلام الظاهر علي الشاعر الله يرحمه. ما قدمناه أملاه الواجب علينا.